ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ربنا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لو انت بتستخدم اسماء الله الحسنى بشكل صحيح وبتدعي بيها، ربنا فعلا هيستجيب لك وهيحقق لك دعائك وهيحقق لك كل حاجة انت نفسك فيها. وناس كتيرة جدا من اللي داوموا على اسماء الله الحسنى بشكل صحيح وبطريقة صحيحة حصلوا على الحاجة اللي نفسهم فيها. طب ازاي استخدم اسماء الله الحسنى بشكل صحيح وازاي افعلها وازاي ان انا احصل على الحاجة اللي بتمناها لما اقول اسم من اسماء الله الحسنى؟ انت اول حاجة بتشوف الحاجة بتاعتك ايه. يعني انت مثلا نفسك في دعوة مستحيلة وشايف انها مقفولة وان ربنا بتدعي ربنا كتير وما بيستجيبش للدعوة دي، فتفضل تدعي باسم الله المجيب وتقول كل يوم، تمسك السبحة بتاعتك وتقول يا مجيب يا مجيب يا مجيب. مش بتقولها بقى بعدد، قولها مرة واتنين وتلاتة وبعد كل صلاة وبعد كل ركعة وبعد كل دعاء وفي كل وقت وطول ما انت قاعد وانت في مواصلاتك وانت في شغلك وانت في اي مكان. وافضل دوم عليها اكتر من 40 يوم يعني، واستمر على كده لحد ما تحصل على الحاجة اللي نفسك فيها. بعد ما تخلص وانت بتقول يا مجيب يا مجيب يا مجيب، بعد ما تخلصها قول اللهم بحقها وبحق الاسرار المودعة فيها يا مجيب أجب لي دعوتي اللي هي كذا وكذا وحقق لي يا رب طلبي وارزقني كذا. وافضل ادعي ربنا بالحاجة اللي نفسك فيها ونفسك ان ربنا يستجيب لك هذه الدعوة. وكمان قول معاها اسم الله القادر وتقول يا قادر يا قادر يا قادر يا قادر انت ويا رب، اللهم بحقها وبحق الاسرار المودعة فيها يا قادر، ولا يقدر على حل مشكلتي ولا على إجابة دعوتي غيرك يا رب. يا قادر أجب لي كذا وحقق لي كذا واعمل لي كذا. وافضل ادعي من ربنا وداوم على الموضوع ده باستمرار باستمرار لحد ما تحصل على الحاجة اللي نفسك فيها. لو انت عندك مشكلة في الرزق، فبتفضل تداوم على اسم الرزاق، الوهاب، الغني، المغني، اللطيف. وبعد كل طبعا اسم من اسماء الله الحسنى وبتقولهم يعني باستمرار وتستمر عليهم. يعني ان شاء الله تستمر عليهم سنة كاملة وانت بتستمر لحد ما تحصد نتيجة الدعوات بتاعتك. والاسم دوت تكون خلاص انت فعلته. يعني فعلته يعني ايه؟ يعني قلته بالاعداد اللي هي بالعدد الكبير جدا. انت بقى قلته على مدار السنة ده كل يوم كل يوم بتقوله كل يوم بتقوله، فبقى معاك الملائكة بتوعه وبقى اللي هم يعني بيسبحوا ربنا بهذا الاسم. فبيدعوا لك ان انت بيدعوا يا رب عبدك فلان وافق دعاءه دعائنا، ويعني اللي هو تسبيحه تسبيحنا، وهو بيطلب منك كذا يا رب فاللهم اجب له دعوته. فبيدعوا لك ان ربنا يحقق لك الدعوة دي لحد ما ربنا بيقول لهم ايه؟ اقضوا حاجة عبدي هذا. ويشوفوا الحاجة اللي انت بتطلبها من ربنا ويبدأ ان ربنا يحققها لك. فدايما افضل قول اسم من اسماء الله الحسنى اللي انت محتاجه. لو انت مثلا بتحس ان انت على طول ما عندكش الهيبة والمهابة، محدش بيحترمك في شغلك، ما عندكش العزة، ما عندكش الناس مثلا بتقدر وبتعز ناس تانية، لكن انت تحس ان انت ملكش مكانة، محدش بيحبك، محدش بيقدرك، تحس ان انت على طول كده مذلول، على طول ذليل، على طول تحس ما فيش كده، يعني مش معمول لك هيبة ولا مهابة ولا كبرياء واي حد بيجي عليك واي حد بيأذيك. فابدأ قول اسم الله الجبار المتكبر واسم الله العزيز، واطلب من ربنا ان هو يعزك وان يرزقك العزة والهيبة والمهابة في اي مكان تروحه. تلاقي الناس كلها بتحبك، تلاقي الناس كلها بتلبي طلباتك، تلاقي ان انت محبوب من الناس كلها، تلاقي ان محدش بيقدر يأذيك ولا يذلك. اسم الله الجبار المتكبر دوت هيخلي ليك هيبة ومهابة وعزة كده عند الناس. واسم الله العزيز. فلما تلاقي نفسك عندك الحاجات دي، افضل كرر الاسماء دي وقول اللهم بحقها وبحق الاسرار المستودعة فيها ارزقني يا الله العزة والهيبة والمهابة، واجعلني محبوب لدى جميع خلقك، وسخر لي جميع عبادك يقضوا لي جميع المطالب والحوائج ويحققوا لي كل اللي بتمناه. طيب لو انت مثلا حاسس ان انت على طول عندك ضيق مثلا في كل امورك، الامور كلها متعثرة، على طول الدنيا مقفلة معاك،
كل ما تدخل في موضوع بتلاقي الموضوع اتقفل. كل ما بتلاقي مثلا ان انت عايز تعمل حاجة، الحاجة بتقفل بسرعة، الدنيا بتسود في عينك، بتلاقي احباط في كل امورك، مفيش اي حاجة بتتفتح في وشك خالص. فتبدأ تقول اسم الله اللطيف، واسم الله الوهاب، واسم الله الكريم، واطلب بقى يا رب يا كريم اعمل لي كذا، يا رب يا كريم حقق لي كذا، يا رب اعطيني كذا، يا رب يا وهاب هب لي كذا وكذا وكذا. اسم الله اللطيف، اسم الله اللطيف برضو بيندرج ان ربنا بيرزقك لطف في كل الامور اللي انت ماشي فيها، وبيوسع لك كل الحاجات اللي انت داخل فيها، سواء كان مشروع، سواء كان نجاح، سواء كان اي شيء. وبعد ما بتقول الاسم وبتكرره كتير جدا، بتفضل ان انت تطلب وتدعي وتلح على ربنا. اعمل ده بعد كل صلاة، اعمل دوت في كل وقت انت فاضي فيه. اعمل لنفسك وقت مثلا ساعة الصبح، وساعة بالليل، وساعة في النص، وساعة وانت ماشي، وانت الموضوع مش محتاج منك غير ان انت تردد وانت قافل بقك، ومحدش بيبقى واخد باله انت بتقول ايه، او مش لازم تعرف حد انت بتعمل ايه. اسم الله البر، طبعا البر دوت لما احنا بنقول مثلا الراجل رجل البر، رجل الاحسان، رجل مش عارفه ايه، لما بيكون شخص بيعمل حاجات كتيره كويسه جدا، وبيعمل بر وبيعمل خير وبيعمل، فما بالك بقى ربنا هو البر، يعني هو صاحب كل النعم اللي انت ممكن تخطر على بالك. وقرأت قبل كده لأحد الصالحين وهو بيفسر اسم الله البر، يعني ان لو عندك حاجه مستحيله وربنا مقفلها في وشك، وربنا مش عايزك تحصل على الحاجة دي، لما تكرر اسم الله البر، حتى لو الحاجة دي ربنا مش مقدر لك انها تكون من نصيبك، مع تكرارك اسم الله البر دوت ربنا بيدي لك الحاجة دي، حتى لو الحاجة دي مخالفة، يعني او ان ربنا شايف انها مش مناسبة ليك، بس ربنا بيحققها لك وبيديها لك. فكرره لما يكون عندك حاجة صعبة ونفسك ان ربنا يحققها، وافضل قوله كل يوم وباستمرار، هتلاقي ربنا رزقك بالحاجة اللي نفسك فيها والحاجة اللي بتطلبها وبتتمناها. وبرده بعد كل ما تخلص تقول اللهم يا بر يا بر يا بر يا بر، اللهم بحقها وبحق الأسرار المستودعة فيها حقق لي كذا يا رب العالمين واعطيني أمنيتي. وطبعا اسم الله البر ذكر مرة واحدة في القرآن، واسم الله المهيمن كذلك. اطلب منه ان ربنا يرزقك الخير كله، يعني يوسع عليك في رزقه. واسم المهيمن ذكرت في سورة الحشر، فاطلب من ربنا ان هو يعطيك الحاجة اللي انت نفسك فيها. واسم الله القدوس من الأسماء الجميلة جدا، وهي كمان موجودة في ذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللي هو ذكر الملائكة. فأنت لما تقوله كتير وتردده ربنا هيعطيك كل الخير وكل التجليات وكل الأمور اللي نفسك فيها وكل الحاجات الجميلة جدا. أما اسم الله بقى مالك الملك ذو الجلال والإكرام، من الأسماء الجميلة جدا. وقيل إن في اسم من أسماء الله الحسنى، من اسم من يعني إن هو الاسم دوت من الأسماء اللي هي اسم الله العظيم الأعظم. وبرضو قيل على اسم الحي القيوم. فانت قوله ورد، ويعني اطلب منه حاجتك، واطلب من ربنا ان هو يديلك الحاجة اللي نفسك فيها ويحقق لك الحاجة اللي نفسك فيها. اما الرحمن الرحيم، كان في ست بتطلب من سيدنا موسى ان هو يدعي لها ان ربنا ما يجعلهاش عاقر، وهي كانت ربنا كتبها انها عاقر. فكان سيدنا موسى يروح يقول له يا رب خلي الست ديت انها ارزقها بالذرية الصالحة، فربنا يقول له يا موسى اني كتبتها عاقر. فضلت الست تدعي ربنا وتقول له يا رحمن يا رحيم اعمل لي كذا، يا رحمن يا رحيم ارزقني الذرية الصالحة، يا رحمن يا رحيم. فجت بعد فترة راحت لسيدنا موسى وهي معاها طفل، فسيدنا موسى سألها من أين لك هذا؟ قالت له ربنا رزقني بالطفل ده. فراح سيدنا موسى يسأل ربنا يقول له يا رب مش انت قلت ان انت كتبتها عاقر؟ فقال له يا موسى كانت كل ما اقول ان انا كتبتها عاقر تدعيني وتقول لي يا رحمن يا رحيم، لحد ما ربنا أجابها بدعوتها. فشوف الاسم اللي بيناسبك والحاجة اللي انت نفسك فيها واللي نفسك ان ربنا يحقق لك بيها الطلب بتاعك، وادعي بيها ربنا كتير جدا، ولح على ربنا بيها، واجعلها ورد ثابت كل يوم بعد كل صلاة في كل وقت، لحد ما تحصل على الحاجة اللي انت عايزها. وبعد ما تخلص الاسم ده وتقول الاسم اللي بعده. ولفظ الجلالة الله برضو لما تقوله اطلب بيه كل اللي نفسك فيه، لانه لفظ شامل كامل، يعني انت تطلب بيه كل حاجاتك بقى، الرزق والمال والفلوس والصحة وكل شيء. ما تنسوش ان انتوا ترددوا اسماء الله الحسنى كل يوم.